كان لازم يبقى في حل. أعزائي المشاهدين، النشاط المسرحي من أهم الأنشطة التي تميز بيوت وقصور الثقافة في محافظات مصر، وده لأهميتها في إخراج المبدعين في مجالات الفنون كالشعر والتمثيل والغناء. أعزائي المشاهدين، وزي ما تعودنا من خلال برنامجنا المسرح في الصعيد بنلقي الضوء على بعض العروض المسرحية في محافظات إقليم جنوب الصعيد، فتابعونا. أعزائي المشاهدين، حول مهرجان المسرح الهواة الأول بالبحر الأحمر والذي شهد العديد والعديد من العروض الفنية، هنعيش معاكم هذه الحلقة الجديدة من المسرح في الصعيد حول فعاليات هذا المهرجان. في الحقيقة ان المهرجان بيأتي ضمن جهود السيد المحافظ اللي هو احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر في الاهتمام بالثقافة. ويمكن بالامس القريب كان عندنا مهرجان مسرحي تم استضافة عدد من الفرق المسرحية، وتم عرض كل مسرحية لمدة حوالي 3 أو 4 أيام بقصر الثقافة. والنهاردة استكمال للنشاط الثقافي والنهضة الثقافية اللي بتشهدها محافظة البحر الأحمر في استضافة المهرجان المسرحي الأول للفرق الهواة. وإن شاء الله ما يكونش المهرجان آخر مهرجان، إن شاء الله يكون بداية لمهرجانات أخرى تشهدها محافظة البحر الأحمر. ونأمل إن شاء الله أن هذه الأعمال تساهم حتى في عودة السياحة وإسراء الساحة الثقافية في محافظة البحر الأحمر. فكرة المهرجان يمكن اهتمامي بموضوع المهرجان راجع لان انا اتلقيت ان احنا عندنا المواهب المسرحية بطول فرع ثقافة البحر الأحمر من مدينة راس غارب شمال حتى مدينة حلايب جنوبا، محتاجين ان احنا نرفع كفاءتهم، ومحتاجين الاحتكاك. يمكن احنا بيقولوا علينا مناطق نائية، لكن لا، احنا عندنا مواهب جميلة جدا. يمكن لما اشتغل المهرجان اكتشفنا ان في مواهب جميلة جدا وعندها قدرات رائعة، ولكن
محتاجه للصقل، محتاجه للتوجيه عشان توصل لمرحله مش هنقول المرحله الاحترافيه، لا احنا عايزينهم يبداوا ياخدوا خطوات ثابته في فن المسرح. وان شاء الله باذن الله احنا بنقول ان المهرجان هو خطوه مبدئيه او خطوه اولى في وضع اقدامهم على السلم الفن المسرحي. يمكن احنا من خلال فعاليات المهرجان بتاعنا اللي هو مهرجان مسرح اللواء الاول ثقافه البحر الاحمر، احنا بنعمل حلقات بحثيه عقب كل عروض، بحيث ان مخرجين محترفين معتمدين بيناقشوا معاهم السلبيات اللي موجوده، بحيث ان احنا نوصل لمرحله كويسه مع الممثلين. هيعقبها ان شاء الله باذن الله بعد المهرجانات هيبقى في تدريبات، دورات تدريبيه في جميع الاتجاهات وجميع التخصصات الخاصه بفن المسرح، وديت جايه بتوجيه من اداره المسرح التابع للهيئه العامه لقصور الثقافه. احنا يمكن كان من فتره قريبه قبل اقامه المهرجان كان في انديه المسرح، وكان في لجان انديه المسرح اللي جت شرفتنا وبدات تعقب على اعمال انديه المسرح وفرق انديه المسرح الموجوده في فرع ثقافه البحر الاحمر. يمكن انا جات لي الفكره من المنطلق دوت لما لقيت ان بعض فرق انديه المسرح اللي موجوده عندنا في المواقع الثقافيه ما عندهمش خلفيه يعني ايه انديه المسرح، فهم بيشتغلوا لفكر تاني خالص غير الفكر اللي انا لما اتقدم للمسابقه خاصه بانديه المسرح المفروض ان انا ابقى عارف الداتا بتاعتها شغاله ازاي، الاسلوب اللي انا اقدر اتعامل بيه، لان بتختلف المدارس المسرحيه من المسرح التجريبي، المسرح الواقعي، انديه المسرح، وكلهم بيختلف. والمفروض طالما هدخل تراك او مسابقه معينه المفروض ان انا ابقى عارف دي هتمشي ازاي وهيبقى الاسلوب بتاعها موجه ازاي. يمكن من هذا المنطلق انا ابتديت افكر في فكره اقامه مهرجان يضم المواهب الشابه والمواهب المسرحيه للوقوف على السلم الحقيقي والخطوات الحقيقيه الثابته لفن المسرح، سواء اذا كان ممثلين او سواء كاخراج او حتى سواء اذا كان يعني منظمين لعمليه المسرح، ويبقى حتى عندهم فكره عن الاضاءه، الاذاعه، الديكور. يبقى المفروض ان المخرج او الممثل يبقى عنده فكره عن جميع احتياجات المسرح، حتى وقفته على خشبه المسرح المفروض ان في اتزان الوضع على خشبه المسرح. يعني كل الامور دي المفروض ان يمتلكها الممثل او يمتلكها المخرج، على اساس ان هو احنا بنقول ان المسرح ابو الفنون، بيمتلك كذا فن، فنون تشكيليه، فنون استعراضيه، فنون حركيه، فنون تمثيليه، كل الفنون دي بتتواجد على خشبه المسرح. ولذلك كان ده اهتمامنا باقامه مهرجان مسرح اللواء الاول لثقافه البحر الاحمر. أنا اسمي محمد سامح، بقى صاحب فرقة كراكيب المسرحية. الفرقة دي لسه مبتدئة بقى لها حوالي 3 سنين. قدمت عروض كتير جدا على حسابي، يعني بحاول أعمل شغل على حسابي، بس عشان أنا عشقي الأول هو المسرح. الفرقة يعني كل مرة بتتفك وبيجي مكانها ناس تانية، بس أنا عندي إصرار شديد إن أنا أعمل فرقة يكون لها كيان في البلد. عرض تسمحي لي بالرقصة ديت، إخراج تأليف أستاذ سامح عثمان، مؤلف سكندري، بيتكلم عن تدمير أحلام الناس. تدمير أحلام الناس ده شيء قاسي جدا، وفي نفس الوقت
الناس اللي بتدور على الحب، والناس اللي بتدور على لقمه عيشها، والناس اللي اتنكست ايام النكسه. كان في مشهد عن النكسه. اتمنى ان العرض يبقى عرض كويس ويكون عجب الناس وعجب الجمهور، واتمنى اكون قدرت اعمل حاجه واكون قدرت امتع الناس. الفرقه ازاي اتكونت وازاي بتقدموا العروض بتاعتكم؟ والله انا يعني المكان الوحيد اللي قدرت ان انا يحتضنني هو ميدان تالنت. ميدان تالنت ده مؤسسه جمعيه مشهوره تبع الشؤون الاجتماعيه، جمعيه تنميه المواهب ميدان تالنت. الجمعيه دي احتضنتني وعملت لي عرضين. اي نعم كان من انتاجي، بس هم الناس ساعدوني كتير قوي يعني. يكفي ان انا شغال تحت رايتهم وتحت اسمهم، وفي وقت ما كانش في حد ممكن اشتغل معاه. والحمد لله ربنا كرمني في العرضين الاخرانيين. طلبت لجنه تقييم من وزاره الثقافه واعتمدتني، ودي ميزه بالنسبه لي ان انا كاول مخرج رسمي معتمد في محافظه البحر الاحمر كلها. اتمنى ان الفن ده يسيب بصمه عند الناس كلها، والناس تفهم يعني ايه فن، لان هو معيار حضاره اي شعب. يا بنتي بيقول لك ابوكي ما تطلعيش في الجيال. يا بنت بيقول لك ابوكي ما تطلعيش في الجريان. صدقوني هيرجع، ده راح يجيب الورده البيضاء وزمانه جاي. يا بنت بيقول لك ابوكي مش راح تشوف الجريان. لا 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 طيبه لا طيبه لا، راحت الوفاء، راحت الورده البيضاء، خلاص الشمس ما بقاش فيها برد عامل زي السرطان ياكل في العظم موت الروح. انا مش هكمل الدور، انا تعبت. شويه السندباد، شويه الورده البيضاء، وشويه احلامنا ضاعت، وشويه بنحلم تجيلنا، وشويه روح، وشويه تعالوا. انا تعبت، انا مش هكمل الدور. حد ينده للمخرج، يا مخرج انت فين؟ انت فين؟ لا 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 لا، انا مش هكمل المسرحيه دي. ده مخلينا زي العرايس، بيحركنا بنظام، بيضحكوا علينا وبيخليهم يبكوا علينا بنظام. انا مش مكمل. انت فين؟ انت فين؟ انتوا ليه لسه قاعدين؟ برضه مش مصدقين؟ المسرحيه ما بقاش ليها طعم. وقف كل حاجه، وقف كل حاجه، وقف كل حاجه. انت سلبت مننا كل حاجه، حتى الامل اللي باقي في عيوننا. انت بتعمل معانا كده ليه؟ تعالى بقى واظهر، اطلع بقى. انت فين؟ انت فين؟ انا خلاص زهقت وقرفت. مسرحيه بايخه، انت متوهنا، لا عارفين احنا رايحين فين ولا جايين منين. بتدينا الحلم وتاخد منه طريقه. خلاص انا مش هكمل. انت فين؟ كلمنا، انت فين؟ والله انا كمان هكمل، يعني هي جت عليا. بعد كده انا كنت عبيط لما مشيت على كلامه وضيعت نفسي، وابويا السرقه راح مني. خلاص مش هينفع نكمل، واطلع تعالى هنا وكلمنا. حد يرجع له. انت فين؟ انت فين؟ ايه؟ مالكم؟ دوروا عليا؟
أنا اسمي الحاج نجيب، مؤلف ومخرج العمل المسرحي اللي قدمته النهارده حدوته مصريه، وهو عن قصه كفاح شعب مصر. القصه ديت المفروض ان كنا عارفينها، عملت سلطت الضوء فيها على كفاح شعب مصر من اول احمس وطرد الهكسوس مرورا بكل العصور اللي مرت على مصر لحد حرب اكتوبر والخطه بتاعتها. الهدف كان من النص بتاعي او الفكره اللي حبيت ان انا اثيرها فيها، وهي المراحل الصعبه والاوقات العصيبه اللي عدت على مصر على مختلف العصور، ومع ذلك مصر فضلت ثابته، فضلت صامده بوقوف شعبها جنبها، بمسانده شعبها ليها، بحب اهلها ليها، بالدفاع عنها، وهو ده اللي خلانا لحد النهارده وهنفضل دايما باقيين. هي تجارب مسرحيه، انا شغل في المسرح من اكتر من 8 سنين او من 9 سنين، عشان انا مدرس في شغلي في خلال التربيه والتعليم، دخلت بيهم بولادي بالفريق بتاعي، دخلت بيهم كتير. عملت عرض مسرحي بعنوان كفر السكين سابقا، وخدت بيه المركز الخامس على مستوى الجمهوريه، واخدت بعديه تاني السنه اللي بعديها اخذت عرض مركزي، خدنا مركز خامس جمهوريه بمسرحيه الاكتشاف. ودي كانت مسرحيه منهجيه كنت بتكلم فيها على فكره تسليط اختراع ضوء العماله الحسنه بن هيثم. كنت عايز اوجه او الفت نظر الشباب فيها في العمل ده عن الاختراعات بتبدا ازاي او الدنيا ازاي. يعني انا بيلزمني في العمل بتاعي بتكلم فيه، بيهمني اكتر ان انا اوصل فيه رساله، بيهمني اكتر ان العمل يكون هادف، فدايما بحب اسلط الضوء على الحاجه اللي بتمنى شبابنا يعملوها. وبالنسبه للمحافظه شاركت كتير جدا في اي مناسبه بتحصل في المحافظه، واخدت المركز الاول على مستوى المحافظه 4 سنين متتاليه. بالفعل في امكانيه بتتم، وده بيسهل جدا جدا على الطلبه، اللي في ده جدا. وانا لمست ده لما قدمت العرض بتاعي ده حدوته مصريه، هو عن قصه كفاح شعب مصر وقصه شجره الدر اللي هي موجوده في ثانيه وثالثه اعدادي. لما نفذت العمل ده وعرضته للطلبه عندي في المدرسه وشافوه، بالفعل لقيت مدرسين بيكلموني بيقولوا ان الاولاد لما بنراجع معاهم او بنتكلم في قصه حفظوها، لان هم شافوا كل الاحداث، مش مجرد ان هم قروها، متصوره قدامهم، وده خلى الموضوع اسهل عليهم. فبالفعل الموضوع ده مفيد جدا 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 لاولادنا، بيسري الثقافه عندهم وبيرسخ اي قيمه او اي فكره بنتكلم عنها بتثبت في اذهان الاولاد. لنا في الرجولة صفة، لنا في الشجاعة صفة، لنا في الحضارة صفة، آيات كتير منصفة للمصري اسمه صفة على الدنيا وصفة. جيل ورا جيل، ومصر متبسمة بكل شريط الدين، شعبها المحترم باين الهرم، ما بخلش عوض الشجاعة، واتلاقى من عمره وفرق، وراضي جدا ويلي مش عارف حاجة، ويلي مش عارف حاجة. هتلقى في الإجابة بعبع وهتفاح مليون دليل. مش تدور في الورق تشوف مين حد، مين اللي أنقذ مصر من حضن الغرب. اوعى في يوم تكون قلقان على بكرة، ما تعيش بس تمجد في الماضي والذكرى. ده بكرة جاي لك بنور، ولو حتى النهارده السعد. اسمي مينا سعد ابو الخير، خريج صحه فنادق اساسا، درست شويه مسرح كده، وهو بنجتهد يا استاذنا عشان نعمل حاجه كويسه. كلمنا عن فرقه المسرح بتاعتكم، ازاي اتكونت وازاي بتجتمعوا كمجموعه من الهواه وتقدموا عروض؟ احنا الحمد لله لينا بتاع سنتين مشاكلين الفرقه. الفريق اسمه فريق شباب القصير، واحنا خدنا اسم البلد فخر وشرف لينا وسام على صدرنا ان احنا ده اقل رد لبلدنا اللي هي القصير. احنا صدقني يعني مش هنقول ان احنا مش لاقيين لا دعم ولا بالعكس، احنا عندنا دعم بتوع ثقافه جميل جدا، بتوع شباب رياضه جميل جدا، وكل الناس واقفه في ظهرنا الحمد لله.
بقالنا سنتين مشاركين الفرقه، وادينا بنحاول بنشارك في مهرجانات. شاركنا في مهرجان نوادي مسرح كتير، شاركنا في مهرجان اسمه ابداع، الحمد لله يعني. كلمنا عن عرض النهارده، فكرته جت ازاي وازاي كتبت وتعاملت معاكم؟ هو حكايه امل، اظن ان هي الحكايه اللي كل الناس محتاجينها دلوقتي. احنا في وقت اظن ان احنا بدون الامل مش هنطلع ولا هنتحرك خطوه قدام. حكايه امل هو موضوع رمزي بيحكي عن بنوته اسمها امل، وهي بترمز لمصر طبعا. احنا بنقول ان في اسوار وفي صعاب وفي مشاكل، لكن احنا حبينا في اخر المسرحيه ان احنا نقول ان شاء الله امل، هيبقى في امل. كان في شخصيه بتلعب اسمها البوس، ودي رمز شويه للشر شويه، لكن الحمد لله هي بتتغلب عليها هي والمجموعه اللي معاها وبتخرج، وده امنيتنا لمصر ان شاء الله، يبقى حكايه مصر حكايه امل ان شاء الله. شباب مسرحيين في البحر الاحمر شايفين الحركه المسرحيه ازاي وازاي تاملوا في المستقبل؟ احنا طبعا شايفين ان احنا مهمشين شويه، لكن نتمنى ادينا بدانا النهارده خطوه جيده في مشوار حلو لمسرح الهواه، وادينا ان شاء الله منتظرين من حضراتكم والمسؤولين ان احنا نكمل على خير ان شاء الله. وانا اسف على اللبس الاسود، ده لبس الشخصيه على فكره. لحد امتى هنفضل عايشين ما نعملش غير اللي انت عايزه؟ انا نفسي اعرف يا شمس انت ايه اللي مزعلك؟ نفسي اعرف يا شمس انت ايه اللي مزعلك؟ انت اكتر واحد عارف كويس انا بحبك ازاي. بحب فيك انك بتحاول تفكر، بس للاسف نسيت ان مفيش حد بيفكر هنا غيري انا. وعشان ما تفكرش تاني انا حابب افكرك بيحصل فيك ايه كل مره بتحاول انك تفكر فيها. اول مره اعرف ان الجمال ده كله مخبي وراه القوه دي كلها. بس هقول لك على حاجه، امسكي انت الكرباج واضربيني بيه. انا راضي من الايدين الحلوه دي. تضربي اضربي اضربي. عرفتوا بقى ان كلكم ضعفاء وجبنه حتى وانتوا في ايديكم كرباج. عمر الكرباج ما كان رمز للقوه دي. في حاجه تانيه انت لسه ما فهمتهاش. بترمي كرباجك واسوارك. تيجي نلعب يا شمس. انا بقى هيبقى معايا الحاجات اللي انت قلت عليها اللي هي مش رمز للقوه، اللي هي ايه؟ اللي هي الكرباج والاسوار، مش كده؟ وخلي انت معاك الحاجات التانيه اللي انا ما اعرفهاش، اللي ما بفهمهاش، اللي انت بتقول انها رمز للقوه. وريني بقى مين فينا الاقوى، انا ولا انت؟ وعشان ما بقاش ظالم معاك انا هدارك على بقيه زمايلك، يمكن يقدروا يساعدوك، لانك لوحدك مش هتقدر تقف قصادك. روح يا ابني اتدخلوا على بقيه زمايلك. زمن طويل قوي وانا محدش هنا بيقول لي لا، الكل بيسمع وبس. زمن طويل قوي محدش بيقول غير حاضر ونعم. حاضر ونعم يا مصر. حضرتك ناديت علينا واحنا جينا بسرعه. وجيت بسرعه ليه يا عم شوفه؟ ما هو كان ممكن مثلا تتاخر او تعبت معانا. ونعمل ايه يا بص؟ احنا برضه بنخاف على ساعة حضرتك. وساعدك عندنا في الدنيا كلها يا بص. طبعا يا بص. طول ما انت راضي ونعسانه راضيه انا راضي قوي يا بص. تصدق انك صعبان عليا؟ كان نفسي الاقي حد فيهم واقف معاك، لانك لوحدك مش هتقدر تقف قصادي. بص عليهم عملوا ايه. ودلوقتي احب اديلك فرصه للاعتذار، تعتذر وتنسحب وتيجي تبوس على ايدي كمان، يمكن اسامحك.
والله انا هشام، انا درست دراسات حره في معهد فنون مسرحيه. طبعا استفدت من دراساتي من الدراسه في المعهد. حاولت بما اني مقيم هنا حاولت ان انا اعمل ده في الغردقه. عرض ان انت لا تعرفني النهارده، احنا اول عرض. الرساله بتاعتنا لا رساله، بمعنى ان احنا بنقول للجمهور انت حط رساله العرض بشخصيه المجهول اللي احنا كنا عاملينها. ان كل حد في الجمهور قاعد بيتفرج هو شايف نفسه في شخصيه المجهول بزوايا مختلفه. شخصيه المجهول في حد من جواه هو عامل حاجه غلط، فشايف شخصيه المجهول ده هو الغلط اللي بينور، او الاضاءه اللي كل شويه بتقول له فوق. مش الضمير، بمعنى ان هو الضمير هو كل حد فينا عنده حاجه غلط. بتختلف من حد لحد، حد عنده حاجه صغيره، حد عنده حاجه كبيره، بس في النهايه كلنا بما اننا بني ادمين عندنا اخطاء. فشخصيه المجهول هي بتدوس قوي على الحته دي وبتنور قوي على الجزئيه دي. العرض طبعا احنا اشتغلنا بامكانيات، ان احنا فرقه لسه ناشئه ما عندناش امكانيات، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل حاجه كويسه. طبعا بشكر فرقتي وبشكر اللي هو احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر. الراجل ده بجد بيسعى تحقيق الفن في المحافظه من بدري، وبيدعم كل الشباب اللي بيجتهدوا وعايزين يشتغلوا، سواء اي فرق مسرحيه او فنون شعبيه او اي نوع من انواع الثقافه. هو بيدعم ده بجد وفي ظهر الفرق. وانا اتذكر اللي هو احمد عبد الله لما افتتح المسرح ده قال بشباب الغردقه انا عايز المسرح ده يشتغل 365 يوم في السنه، واحنا بنوعد سيادته ان شاء الله هنقدر نعمل ده، وان المسرح يشتغل 365 يوم في السنه. ما تعيطيش يا زبيدة يا حبيبتي، انا هعرف اتصرف معاهم. انت لسه هتتصرف؟ بقول لك اتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيك. صح، مظبوط كلامك يا زبيدة. أيوة. بس هم فين الكلاب دول دلوقتي؟ ضغط يا اخويا طبعا بيتفقوا عليك. طيب انا هعرف اتصرف معاهم كويس. بس النبي حبيبي ما تقولهمش اني قلت لك كويس. ايوه حاضر يا زبيدة. شديد. اي حاجه خالص يا زبيدة. ماشي يا حبيبي ربنا يخليك. اهلا بالبهوات، اهلا بالعصابه. امال فين الزعيم؟ قصدك رامي؟ هو في زعيم غيره؟ بيجيب حاجه من تحت. بيجيب حاجه ولا بيتفق مع حد عشان تقتلوني؟ ابدا يا عم. اخلص، انا كنت ناوي اطردكم بره البيت، بس الواد زبيدة اقنعتني فانا هتفق بطردكم بره البيت. هتطرد من البيت يا عمي؟ اللي انت ما تعرفوش يا حبيبي ان ابوك قبل ما يموت كتب لي كل حاجه والعقد معايا على يدي وقدام عيني. ودلوقتي بقى اتفضلوا عشان انتوا مش مرغوب فيكم جوه بيتي، يلا اطلعوا بره، مش عايز ارجع الاقي حد فيكم هنا. مفهوم كلامي ولا لا؟ رامي كان عنده حق، بس هو فين رامي دلوقتي؟ كان لازم نسرقه. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا جننتوا انتوا كمان. وعلينا بس ودانا فين؟ ادينا ثلاثة الكلاب. طيب يلا بينا دلوقتي، مش عايزين نرجع تحصل مشاكل اكتر من كده. يلا. تنام والمظلوم يناجي ربه، وعين الجبار أبدا لم تنم. مرت الأيام ومرت الليالي والشهور، وكانت الساعات تدور، كانت الساعات تدور، كانت الساعات تدور، كانت الساعات تدور. أنت لا تعرفني فأنا
شاذلي صالح، مخرج مسرحي ومؤسس فريق ابداع البحر الاحمر. طبعا انا سعيد جدا طبعا بلقاء حضراتكم معانا وتشريفكم للعرض لينا، وما شاء الله مجهود طيب طبعا تحسد عليه قناه طيبه ما شاء الله. هو العرض المسرحي كان بعنوان حلم جحا، كان تأليفي وإخراجي، وكان بنتكلم عن القيم الإنسانية اللي بعض منها انعدم بس بنسبة 80% من الشعب، يعني مش يعني بنسبة كبيرة يعتبر. فاحنا كنا بنناقش الموضوع ده من خلال يعني جحا في حلمه مع الحمار. فكان هي دي حدوتة القصة، حدوتة المسرحية. ازاي لما جه الاول طبعا كان تخيل لو هو بدل بعقله بعقل الحمار وكده، طب ايه اللي هيحصل؟ وشفنا في العرض زي ما احنا تابعنا وكده، وفي الاخر خالص طبعا لقد كرمنا بني ادم ولذلك خليناها في الحلم، ما ينفعش ينفع في الواقع. وفي حاجات كتير عايزين نوصلها مش بنقدر نوصلها في الحقيقه، فبنوصلها من خلال الحلم. فكان هي دي قصه في عجاله يعني. على فكره انا مبسوط جدا بالمهرجان مسرح الهواء الاول، بس يا رب ما يكونش ده اخر واحد يعني. يا رب يا ريت لو كل شهر في تجربه زي كده بتخلينا نتعرف بالفرق الثانيه اللي موجوده زي سفاجه، الغردقه، القصير، كل الناس زمايلنا اللي موجودين في البحر الاحمر، بنتعرف ببعض وبنقرب من افكار بعض. يعني بعرف هو بيتعرف على فكري وانا فكره وكده، ويبقى في احلى حاجه اللي يبقى في الاخر كله بيصب في المنبع اللي هو بيطلع. طبعا بيطلع فنانين، مش بالنسبه للمخرجين بس، لا مخرج وممثل وكل حاجه، حتى الساوند اللي بتاع الديكور كله، العرض المسرحي ككل، التيم ككله. فده حلو للمجموعه كلها. طبعا استاذ اسامه فنان تشكيلي، واحب اقول له ما شاء الله اكبر من اول ما مسك مدير فرع البحر الاحمر وهو بيسبق الزمن. يعني دايما اللي احنا مش بنحصل نتابع من كتر الاحداث الكتير المتتاليه. بسم الله ما شاء الله اكبر، يعني عامل حاجات حلوه جدا. وبرضه هو ساعدنا باشمهندس اسامه بالنسبه لراس غارب عندنا، من ما كانش عندنا قصر ثقافه وكان مشكله موجوده قبل كده، وجينا احنا طرحنا عليهم مشكله وهو ساعدنا فيها وقدر يوصل صوتنا للمسؤولين، والحمد لله دلوقتي ماشيين في الاجراءات وكله طبعا الحمد لله فضل عز وجل، يعني توفيق من ربنا. وكان برضو بيجري معانا باشمهندس اسامه يعني. عاتقني يا جحا، ما الذي فعلته بي؟ أنا أشعر منك يبدو أنفاسي. لماذا ابتديت وجعلتني في وعائي؟ هذا وعي الإنسان المتعب. لا أريد أن أكون إنسانا. أعدني إلى ما كنت عليه. أعدني حمارا فحياتكم لا تطاق. لقد سئمت من حياة البشر بما فيها من كسب وغش وخداع. لا يوجد أمانة بينكم ولا يوجد احترام، وإن حياتكم مبنية على المادة وكل شيء له ثمن، حتى الخيانة لها ثمن. والضمير لا يوجد أحد عنده ضمير إلا قليل. ماذا قلت؟ أتريد أن تبقى حمارا وتزن أنا في جسدك؟ لا، لا أسمح لك أبدا. علينا أن نعيد الأمور إلى نصابها. أنت تعود إنسانا وأنا أعود حمارا. وأعدك بأني لن أفشي سرك أبدا. ماذا قلت؟ مالك يا جحا؟ صوتك جاي باخر الشارع ليه؟ لا أنت هنا؟ أيوه هنا. من ساعة ما قلت لن أفشي سرك أبدا. كنت بتكلم مين؟ كنت أكلم هذا. كنت بتكلم الحمار؟ ده شكله الجنة. لا بد أن تعرف الحقيقة. أنت كمان بتكلم نفسك؟ اللي أنت مخبيه عني؟ الحقيقة أنا لست زوجك. مش جوزي؟ نعم لست زوجك. لما أنت مش جوزي تبقى مين؟ أنا حمار زوجك. أنت حمار جحا؟ نعم أنا حمار. لما أنت تبقى مين؟ أنا حمار زوجك. اسمع يا جحا، لو ما رجعتش عن فعلك أنا أطلب منك الطلاق. لا تطلقي من هذا وليس مني. أنا الحمار ولست زوجك، ألا تفهمي؟ يا أخي غير أنت حمار.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه انا محمود ناصر محمود، ممثل مش مخرج، بحاول اخرج عرض مسرحي. اتدربت في اسماعيليه، لقيت مخرجين كبار، استاذ محمد البدوي، استاذ محمد حسن، ناس كبيره هي اللي دربتني. بصراحه انا ما اشتغلتش في البحر الاحمر خالص، لان ما فيش امكانيات هنا في البحر الاحمر تاهلنا ان احنا نشتغل ثقافه. يمكن اشتغلت في الاسماعيليه من خلال فتره الكليه، من خلال الفترات اللي بعد كده فرق قوميه، هم اللي ادوني الفكره دي. حبيت بعدها ان انا اعمل نواه في القصير، ان احنا شباب بنحب الموهبه، شباب حابين نعمل حاجه، فقلنا نطلع بقى منها حد عنده خبره شويه يديها لزمايله، لحد الحمد لله العرض اللي وصلنا له النهارده يعني، والنجاح الحمد لله اللي وصلنا له النهارده. العرض فكرت فيه ازاي وازاي كتبته كتابتك؟ لا هو مش كتابتي، هو تاليف دكتور عبد الله الشاعر، اعداد واخراجي انا. طبعا هو العرض ما ينفعش يتعمل في البحر الاحمر، لان طبعا في اسقاطات سياسيه كتير، في كلام ما ينفعش ان هو يتقال في بيئه، يعني بيئه منغلقه زي البحر الاحمر، هيتفهم بطريقه خطا. عملنا له اعداد، بدانا نشتغل عليه لحد ما طلعناه بالصوره دي، لكن هو تاليف دكتور عبد الله الشاعر، وانا جبته من فرقه هندسه حلوان، هم اول ناس عملوا العرض ده وانا خدته بعدهم. شايف الحركه المسرحيه زي البحر الاحمر، انتوا منه ايه كشباب؟ متهيألي ما فيش حركه مسرحيه في البحر الاحمر عشان اقول رايي فيها. نفسي ان يبقى في قصور ثقافه. احنا قصر الثقافه عندنا في القصير، انا مش من هنا من الغردقه، يمكن الغردقه فتح لنا ابوابه، لكن القصير قصر الثقافه مغلق من 2005، ما فيش عروض. احنا بنتدرب يعني احنا بنتدرب في الشارع، وبنعرض في نوادي اجتماعيه وجمعيات خيريه، لكن قصور ثقافه ما فيش قصور ثقافه في القصير. يمكن قصر الثقافه الوحيد اللي فتح لنا ابوابه هو قصر ثقافه الغردقه، ومن فتره قريبه كمان. نفسي ان احنا نطور، نفسي ان احنا نجيب ناس اكتر خبره، انا ما عنديش الخبره، نفسي اتعلم اكتر واكتر 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 عشان نقدر نفيد بعض. فنفسي بكره وبعده ان قصور الثقافه كلها تبقى مفتوحه، من الجهات العليا يبقى في دعم لينا ان احنا نشتغل نفسنا نعمل حاجه بكره. كلمني عن فكره المهرجان المسرح الهواة ده، ازاي ممكن يضيف ايه وممكن يتفاعلوا معاه ازاي كشباب مسرحيين؟ مسرح الهواة طبعا حاجه عظيمه جدا، حاجه طلعت شباب كتير، حاجه طلعت ناس كتير، نجوم مسرح مصر يعني فعلا هم كلهم نجوم بدون استثناء، طلعوا من مهرجان هواة، طلعوا من مسرح القاهره. عادل امام طلع من مسرح القاهره، في اسماعيليه طلعت من عندنا دعاء طعيمه، طلع من عندنا استاذ فايق عزب، طلع نجوم كتير مسرح الهواة. انت بتبتدي بخطوه صغيره، بتبدا تحط طوبه فوق طوبه فوق طوبه فوق طوبه لحد ما تبني تاريخ وبتبقى كبير في يوم من الايام، وده بتعلمه لناس ثانيه. فمسرح الهواة ده فكره جامده جدا وفكره حلوه جدا، لاول مره هي فعلا تتعمل هنا في البحر الاحمر، ده على حد علمي، ويا رب ما تكونش اخر مره. لا 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 ما تلمسنيش قوي عشان انا بشرتي حساسه. فيها ايه؟ يا جاي انت بتمسكي جامد ليه؟ استني. ويخلق ما لا تعلمون. وربنا شاهد. في ايه ده تمثيل يا ماما. بلا تمثيل بلا بطيخ، دي بتمثل جامد. خلاص يا آية، عايزين نكمل البروفة. خلاص يا سي مصطفى، عشان خاطرك انت بس، ارجعي بيت. وزي ما احنا شايفين يا جماعه على الخريطه، والخريطه ما بتكتبش ان عيله ابو حماده كلها محاطه بالجبال وملاش اي صله بالبحر. ازاي بقى بيقولوا اننا هنسحب اسمكم لشواطئنا؟ احنا اصلا ما عندناش شواطئ. يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل. براحتك يا حاج. سيبني سكر يا حاج براحتك. يعني انت مش عارفه تنيلي تبص ام الخريطه قبل ما تتكلمي؟ الخريطه دي اكيد مزوره، هم اكيد عندهم بحر، هم بيصيفوا فين؟ عندنا بنتي وبنبلبط فيه. عيلة ابو ميادة بتقول بترمي من فوق سطوحهم طيارات وورق يضللوا بيها طيور. يا جماعه يا جماعه، ده ما بقاش في زماننا ولا عصفور واحد ولا حتى حمامه واحده. انظروا يا ساده، انظروا في آية حالة أصبحت طيور أبو حمادة المسكينة. هل يتحمل القلب هذا؟ أي ضمير يسمح بهذا؟ انظروا انظروا، فقد خلع من قاره الجميل وقطع غيره. الموت لعيلة أبو ميادة. حرب حرب، عاوزين حرب. عاوزين حرب. ايوه بما يا اخوانا اللي بيحصل ده ما ينفعش. هو في حد يتخارج من غير سبب ولا ايه؟ بيتغنوا على طول بدون سبب. خدها حكمة من مسطول. الناس على طول بتتخانق بدون سبب مع دبان والشهر. انت ما بتشوفش التلفزيون؟ بلاش. ما بتنزلش الشارع يا حضرت. الناس كلها بقت تتخانق بدون سبب. معتدي. بما ان مفيش حد للحرب، انا عندي فكره. ايه؟ ممكن نغير الحرب، نخليها حرب الصباع. ايه؟ حرب الاصبع. وعارفين ازاي ولا
لا ازاي؟ كان يا مكان. انجز انجز انجز. خلاص يا حبيبي عايز تتكلم. عشان ينجز انجز. هو كان في بلير دي مع ضد البلير التاني. طبعا هنسيب البليرين دول لشباب العائلتين. الشاب اللي من هنا هيحط صباعه في بق اللي جنبه، ولما يعض العضه ويقول الاه يبقى هو الخسران. وهنسيب الفرصه طبعا لشبابنا العظيم. يا ابني انا صحتي على قلبي. مين؟ قول لبابا. طبعا هنسيب الفرصه لشبابنا. عايز ايه؟ عايز اجيب زبادي بسرعه واجي. ايه العيد؟ هنسيب الفرصه لاحد راح جنب زبادي. راعي الحمام. الزبادي يعني؟ لا. طيب والثانيه؟ راح يلبس بامبرز. مين؟ بامبرز ما عملناش على المسرح. الدكتور ده كله بامبرز؟ ايوه. الله. بما ان حرب الاصبع فشلت يا اخوانا، انها الحرب لا محاله. يا اختي يا اختي يا اختي. أنا حسن جاب الله محمد، مخرج عرض هو فيه كده، تأليف شرايط صلاح نصر الدين، وإخراجي أنا حسن جاب الله لفرقة أصل ثقافة سفاجة. والحمد لله رب العالمين حالفنا الحظ وإن احنا ندخل بينا وادي مسرح، واللجنة جاية لنا خلال 20 يوم إن شاء الله. فكرة عرض النهاردة هي فكرة كوميديا ساخرة جدا من الوضع الحالي والوضع اللي كان هيبقى فيه البلد لو في حالة الاستثمار تدخلت في البلد زيادة عن اللزوم. كان هيبقى هو ده المنظر. احنا عندنا المنظر الاول سجن استثماري، صاحب البلد هو اللواء بتاع المدينه، هو صاحب المدينه وهو اللواء بتاع الجسم، وفي الاخر بيعذب الضابط عشان يجوزوا بنته. بس هي دي. احنا مجموعه، احنا اصحاب اولا بنجتمع في قصر ثقافه سفاجه يوميا، مع سواء في العرض شريحه او في المهرجانات. ايوه مهرجان المسرح الاول ده طبعا ده حاجه طفره غير عاديه جدا، ان الغردقه والبحر الاحمر خصوصا يبقى فيها مهرجان لهواة المسرح. احنا نتمنى ان شاء الله باذن الله في السنين اللي جايه يكون المهرجان اكبر من كده واكثر اتساعا من كده، ونجيب فنانين يشاركونا في المهرجان. اقعد قدامنا. اقعد. نعم. واللي بقى كنت قاعد على رصيد مستني ايه؟ ايه دي؟ ايه يعني ايه دي؟ اسبوع وضعه يا بيه. خطيبتي. خطيبتك برضه ولا؟ ما اسمحلكش. انا ارفض هذا التلميح. انا شخص مثقف. تجمهر وفي ايه؟ ايوه طبعا تجمهر علشان هتشوف دلوقتي الدنيا كلها واقفه على رجل علشان. اخلص يا بيه. وانتوا طلعوا شغل فيا برضه. يا فندم هتشوف دلوقتي، هتلاقي بعد شويه الصحافه بتكتب، التلفزيون بيصور، الدنيا كلها هتولع دلوقتي ما تقلقش. اسكت انت، مدرس منا، اخلص خالص. اخلص ده انت ليلك طويل. الحاج يا باشا. يا بيه في ايه؟ في تاكسي بره قدام باب الجيزه. تاكسي؟ وفي ايه؟ مش المهم التاكسي، المهم اللي نزل من التاكسي. مين هات مين؟ ممكن يكون حرم السيد رئيس النقابه او السيد رئيس النقابه شخصيا، انا اتوقع دي. هوبا اطلع فوق. اطلع فوق تاني؟ حسب ما تطلع بقى انت. الوزير يخرب بيتك، الوزير عندي في تاكسي. يا راجل انت ما توديناش في داهيه. دي الست ميسه بتاعت اعلان المعكرونه. ايوه انت تاكلها بالشوكه، تاكلها بالمعلقه، هي بتتاكل انت. دي خطيبتي. اخلص يا بيه. وانتوا طلعوا لابسه بصوره.
بسم الله الرحمن الرحيم. احمد محمد عباسط، رئيس المكتب الفني بقصة ثقافة الغردقة ومخرج مسرحي. قمت بالتمثيل في العديد من مسرحيات لقصة ثقافة الغردقة، فرقة قصة ثقافة الغردقة، منها آية ليلي قمر، الجرة، يعني معظم المسرحيات اللي بتكون في القصر ان شاء الله. السنة دي أول سنة نشترك في عرض نوادي المسرح، ويمكن اول سنه للغردقه ان يصعد بها عرض من عروض نوادي المسرح، والحمد لله كان لفرقه الغردقه الشرف انها تصعد لدخول مهرجان نوادي المسرح ان شاء الله بمسرحيه اسمها كل حاجه للبيع، تاليف الاستاذ نبيل ابراهيم عامر، اخراج العبد الله. المسرحيه بتتكلم عن المجتمع في الوقت الحالي، اصبح ان كل شيء حاليا ممكن يباع ويشترى حتى البني ادم، فاحنا بناخد جزء بس من المسرحيه اللي هو بنتكلم عن بيع الاعضاء البشريه. اصبحنا دلوقتي في مشكله ان الانسان نفسه بيتباع، اصبح سلعه رخيصه بتتباع في السوق، فبنعاني من المشكله دي. وفي النهايه بنقول كلمتنا، حتى الفن نفسه ممكن يتباع، بس في النهايه بنقول ان احنا فنانين لينا دور ولينا رساله لابد نوصلها للمجتمع، ان احنا بمبادئنا وفننا وبقيمنا بنقدر نوصل الرساله للمجتمع من خلال المسرح ان مش كل شيء ممكن يتباع، لا لسه في قيم ولسه في عادات وتقاليد، الناس محافظه على تقاليدها وعلى قيمها. وان شاء الله يكون عرض ممتع للناس، ونتمنى ان شاء الله يكون سهره ممتعه لهم باذن الله ان شاء الله. لو اتكلمنا عن المهرجان الاول للناس هتقول لنا ايه وعن ريته ورعايته للمواهب؟ هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم اول مره يتعمل مهرجان بالشكل ده في الغردقه، ويمكن كان احنا الاول ما عندناش مسرح، يمكن اول سنه السنه دي يتم افتتاح مسرح قصه ثقافه الغردقه، وكان الفضل للاستاذ اسامه عبد العزيز مدير عام الثقافه البحر الاحمر انه بدا الفكره بانشاء مهرجان لمسرح الهواء، وكانت بدايه الفكره من عنده، يعني بدات ان هو من عنده ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله ان المهرجان ده السنه الجايه يكون فيه ابداع اكتر من كده، ويكون ليه تنظيم يليق بمحافظه البحر الاحمر كبلد سياحيه، ويكون يا ريت يكون على مستوى الجمهوريه، ما يكونش على مستوى البحر الاحمر بس. احنا عايزين يبقى كل الفرق مشاركه معانا في مهرجان الهواء على مستوى الجمهوريه ان شاء الله في البحر الاحمر، ونستضيفهم هنا عندنا في بلد السياحه وبلد السحر والجمال الغردقه. ما دام ده رايك ماشي، انا كمان مش عايز فلوس من واحد زيك. انت واخد الشغلانه بيع وشر انا براوي، لكن انا بره البيعه دي، والوسط كله يعرف مين هو محيي عرفان. عمري لا تجدت المبادئ ولا الفن. عارف ليه؟ لان المسرح بالنسبه لي رساله. رساله تنوير للناس وللمجتمع. معبد فيه النساك والرهبان اللي تعبوا واجتهدوا وماتوا في سبيل قضيه هم اول المؤمنين بيها. انما اللي زيك مكانه بره المعبد ده. اتفضل بره ما تطلعش فيها قوي كده. الاول ناخد راي الاولاد. ها ايه رايكم يا اولاد؟ اطلع بره ولا لا اوعوا تيأسوا يا اولاد، اوعوا تطلعوا راسكم في يوم من الايام مثل صوتنا هيتسمع، مثل كلمتنا تشوف النور. لحد امتى يا استاذ؟ اذا كان كل منتج هيشوف الروايه هيطلع النبراوي، واحنا في سبيل الرساله المقدسه بنلعب زي البهلوانات في السيرك، لونا وشوشنا واتشقلبنا وضحكنا وعيطنا وبرضه مش عاجبين. وكل ده ليه؟ علشان احنا اصحاب رساله. انا مضيت عقد مع النبراوي، هيكتشفني في السينما بيقول لي انا دمي خفيف وانفع. انا اسف يا استاذ، مش هقدر اكمل.
انتوا كمان لازم نبقى نشتريكم. خلاص بعتوا نفسكم بالسهوله دي. الحياه بقت مزاد علني. فتحنا المزاد. قرب تعالى. مزاد العصر الحديث. اصوات للبيع، ارهاب للبيع، اخلاق للبيع، ممثلين للبيع، مخرجين للبيع، كل حاجه للبيع، كل حاجه للبيع، كل حاجه للبيع. أنا كنت في الثقافة من سنة 80 79 80 78 من سنة 78 تمام. بس قبلها طبعا سبقني في المسرح. اصلا انا من النوع اللي بحب المسرح وغاوي مسرح من ايام ما كنت ابتدائي اعدادي ثانوي برضه احب المسرح. وقريت كتير عن المسرح. فلما اشتغل المسرح من الاول ما كانش في القصر الموجود حاليا ده، كان موجود في الشبان المسلمين، كان عباره عن اوضه وصاله. اساس الثقافه بقى اوضه وصاله كان في الشبان المسلمين. لولا الاستاذ محمود عبد العزيز اللي هو المدير العام الثقافه الجماهيريه في البحر الاحمر ساعه، وبرضه المسؤولين برضه ساعدوا على ان اتبنى المسرح القصر اللي احنا موجودين فيه حاليا والمسرح الموجود دوت. مو مشقينا على ان احنا نطلع بقصر ثقافه في محافظه البحر الاحمر، ما كانش موجود خالص اصلا. وكانت معانا مجموعه كويسه الله يرحمها زي الحاج عبد الرؤوف والحاج فتاح الكيلاني والاحمد استاذ محمد السويسي ومحمد وسيد سكوت، مجموعه كبيره جدا الله يرحمهم جميعا. ونشأنا فعلا في المسرح وعملنا مسرحيات بعدد كبير جدا جدا جدا. كنا بنشتغل على الارض، ما كانش في مسرح زي اللي جوه دوت. كنا على الارض، كنا بنعمل بارتكابلات نعملها مسرح. بارتكابلات كنا بنوصف من جبنه في بدايه الامر، نوصف من جبنه عشان نعمل مسرح فعلا للبحر الاحمر. دي بدايتي كانت المسرح في الغردقه. كلمنا عن دورك النهارده في التكريم في المهرجان. صراحه موضوع التكريم انا فوجئت، يعني انا كنت موجود في البيت فوجئت جالي تليفون انت هتكرم من ضمن المجموعه اللي هي قدامى المسرح في البحر الاحمر. فده كانت المفاجاه دي بصراحه. والفضل طبعا يرجع لل مدام سحر اللي هي ذكرت المسؤولين، والاستاذ اسامه، وبصراحه يشكروا انهم افتكروا اخيرا انهم كرموا الناس اللي في المسرح. شايف اقامه مهرجان للهواء ايه ازاي؟ ممكن نعمل هواء ازاي؟ مهرجان للهواء اللي هو حاليا اللي هو بدا النهارده دوت، ده بصراحه يعني انا بقول هي بذره او بدايه اول خطوه على الطريق ان يبقى في حاجه في البحر الاحمر في مهرجان البحر بالمنظر ده يعني بصراحه يعني صحيح المستوى يعني معقول، مش هنقول فوق ولا مستوى عالي، لا هو المستوى نقدر المستوى معقول يعني اللي بالنسبه لاول مره تعمل مهرجان في البحر الاحمر بالطريقه دي، اول مره تعمل مهرجان بالتكريم بالمنظر دوت، والنواه للهواه، نواه للهواه، اول خطوه على الطريق. بس على يعني نكون بدانا صح ونوصل، لكن ما نجيش نبدا وننام بعد كده. بس هي الاستمراريه هي الصعوبه بقى، في الاستمراريه. والله الحكايه ما كانتش سهله ابدا. تواصل مع الناس في كل المواقع الثقافيه على مستوى البحر الاحمر، من فرق ومن مديرين قصور وبيوت علشان تجميع الناس، ومناقشه مع المنظمين، ويعني بصراحه ربنا كمان الاستاذ اسامه كان دايما يعني كذا توجيهات مش عارف ايه، لو في حاجه احتسنا فيها بنروح له. بس حقيقي انا عن نفسي ما كنتش بنام، يعني اخدت حوالي 15 يوم كاملين كانوا فرن علشان حاجه زي كده تطلع بالشكل ده. الحمد لله ان هي طلعت كويسه والناس انبسطت، وكان فيها حاجات انا بالنسبه لي كانت مهمه، يعني كان مهم قوي تقدير الناس بالكامل
والاهم بالنسبه لي كان تقدير الناس اللي اتكرمت من الناس اللي كان فعلا اثروا الحركه الفنيه والثقافيه في البلد دي، والاستاذ رفعت عبد ربه واسم الاستاذ عبد الرؤوف الله يرحمه، والاستاذ محمود عبد العزيز طبعا على راس الجميع، لان الراجل ده انا عن نفسي شفته ازاي بيشتغل وتعلمت منه كتير. فكان لابد في عرس ثقافي زي ده الناس دي يتم تكريمها، كانت من اهم اهدافي في الموضوع. وطبعا تشجيع الناس على المسرح، لاني برضو في ايمان مطلق دفين جوايا انا انه المسرح هو مدرسه لوحده، ان الناس لازم نرتقي باخلاقها عن طريق والسلوكيات والاسلوب وكله عن طريق المسرح. مش عايزين نقدم اسفاف، مش عايزين نقدم حاجه مش حلوه، عايزين نعلم الناس نقول كلمه، نقول انه التقويم مش بالسيف ومش بضرب النار، التقويم بالكلمه اشد واهم وارقى وبيستمر في الوجدان. الناس اللي علمتنا وبتتكرم النهارده كانوا مثال على كده. الناس دي عمري في حياتي ما سمعت منهم كلمه وحشه، بالعكس كان دايما اصرارهم على ان كل حاجه تكون بالادب وبالاخلاق وبالذوق. استاذ اسامه كانت الفكره بتاعته طبعا اقامه المهرجان، وهو عارف ان انا حد مسرحي اساسا، فقال لي عليكي بالمهرجان ده بتاعك، قلت له ان شاء الله، وكان الحمد لله. اتمنى ان يترصد لها ميزانيه بصراحه، لان الدور اللي حصل النهارده ده ما كانش ليه ميزانيه خالص، كل ده اتعمل بالحب حقيقي يعني. فاتمنى ان الدوله ترصد لها ميزانيه يبقى فيها لجنه تحكيم، يبقى فيه جوائز، ممثل اول ممثل تاني، مثلا مخرج اول مخرج تاني، اول عرض تاني عرض، يبقى فيه اعدادات اكتر من كده ومساحه من الوقت اكتر من كده علشان يطلع بصوره افضل، وشويه قدام يتوسع وما يبقاش بس على البحر الاحمر، يبقى على مستوى الجمهوريه. أعزائي المشاهدين، وبعد ما شفنا معاكم فعاليات مهرجان الهواء الأول بالبحر الأحمر، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية هذه الحلقة. شكرا وإلى اللقاء وحلقة جديدة من المسرح في الصعيد.